حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زرار الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديده. وكمان يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو. والنهارده هنعمل مع بعض قراءه، هنشوف حبيبك ايه هي قراراته السريه، ايه الحاجات اللي هو مقررها، ولو في سر مخبيه او خطوه او حاجه يعني عايز يعملها وانت ما تعرفهاش، فاحنا هنشوف مع بعض ايه هي خطواته او قراراته السريه اللي انت ما تعرفهاش. بسم الله. ماشي، هنبتدي مع بعض. بسم الله. طيب، بداية كده انا شايفاه ان هو واخد قرار ان هو يرجع في قرار هو اخده. يعني في قرار هو كان اخده، شايفة ان هو هيرجع فيه تاني. تمام، يعني حاجة ما كانش عايز يرجع لها وممكن قرر ان هو يرجع لها، حاجة ما كانش عايزها وابتدى يحس ان هو عايزها. تمام. طيب، شايفة ان انتوا الاتنين اول ما بتلاقوا يعني مشكلة بتواجهكوا، للأسف انتوا مش بتواجهوها، للأسف انتوا بتختاروا انكوا تبعدوا، كل واحد ياخد جنب، ما بتواجهوش مشاكلكوا او ما بتحاولوش ان انتوا تحلوا مشاكلكوا. تمام. شايفة كمان ان في طاقة مش حلوة او في طاقة سلبية حواليكوا او حوالين العلاقة. الشخص ده شايفة ان في حاجة يعني مخلياه ان هو يصمم عليك او يكون عايزك وعايز العلاقة، ومحدش هيقدر ان هو يقف قدامه. تمام. بس اهم حاجة ان انتوا تبعدوا عن نفسكم الحاجات او الاشياء اللي بتضايقكم، لانها بتعطل كتير جدا في العلاقة وبتعطل خطوات العلاقة او بتخلي العلاقة محلك سر شوية. طيب، شايفة ان ممكن يكون الناس اللي حواليك شايفة فيك حاجات انت ممكن تكون مش فاهمها او مش شايفها، سوري، او مش حاسسها او مش ملاحظها. انت شخص عندك مميزات حلوة جدا، شخص قوي، ولكن ظروفك هي اللي بتضعفك. تمام. لكن شايفة ان في طاقة تغيير للافضل. تمام. بس مشكلتك الحقيقية ان انت ممكن تكون مش شايف كل الكلام ده او مش حاسس بيه. تمام. فانت محتاج ان انت تشوفه. شايفة ان انت حابب العلاقة دي بكل ما فيها، وحابب الشخص ده رغم عيوبه، وحابب العلاقة دي رغم مشاكلها ورغم عيوبها ورغم أزماتها، لكن شايفة ان انت برضو عايزها وحاببها. شايفة هو كمان فاتح قلبه للبداية الجديدة معاك، وشايفاه بيتمنى ان هو يكون جنبك وبيتمنى ان هو يكون معاك. طيب، شايفاه شوية ممكن يكون مشغول بوضعه المادي او بحياته العملية يعني شايفة ان هو ممكن يكون مفضل الفلوس والشغل شوية عليك. فده ممكن يكون قلقك او ممكن يكون مخوفك او ممكن يكون مخليك ان انت حاسه ان انت مالكش مكان في قلبه. شايفه ان العلاقه دي فيها حب وفيها مشاعر قويه جدا، ولكن انت للاسف مش شايف كل ده، لان الشخص ده مش بيعرف ان هو يعبر عن مشاعره، مش بيعرف يعبر عن اللي جواه. تمام. لكن شايفة ان هو بعد ما سابك او بعد ما بعد عنك او بعد ما ادالك ظهره او بعد ما تخلى عنك، شايفة ان هو هياخد خطوة او هيعمل حاجة ليك او للعلاقة. طيب، انا شايفاك ان انت ممكن تكون شخص تعبان حيران، مش عارف انت المفروض تعمل ايه. تمام. او ايه التصرف اللي انت لازم تعمله الفترة دي، لكن اللي عايزة اطمنك عليه واقوله لك ان هو عايزك في حياته. تمام. انتوا الاتنين عايزين تكونوا مع بعض، لكن العلاقة دي بس شوية محتاجة شوية توازن منك ومنه. تمام. انت ممكن تكون شخص متسرع قوي وعايز اللي انت يعني اللي انت عايزه ان هو يحصل بسرعة، فمهم ان انت تتأنى وما تكونش متسرع في خطواتك او في قراراتك. طيب، هنكمل مع بعض.
شايفة ان شوية الشخص ده ممكن يكون اتقال له كلام عنك، في كلام وصله عنك. تمام. الكلام ده ممكن يكون ضايقه. تمام. فشايفة ان هو ممكن يكون في طاقة عصبية شوية او في طاقة نرفزة شوية الفترة دي منك، عنده طاقة غضب. ممكن يكون بسبب الكلام ده ان هو قرر ان هو يبعد وينساك. لان الشخص ده خلي بالك حبه ليك كبير، يعني الشخص ده بيحبك حب كبير قوي. مش علاقة سطحية. تمام. ممكن يكون وصلوا كلام ان انت بايعه، ان انت مش عايزه، ان انت خلاص انهيت العلاقة، ان انت خلاص ما بقتش بتحبه، ان انت خلاص ما بقتش بتفكر فيه، ان انت خلاص يعني عايز تشوف حياتك مع حد تاني. تمام. ولكن هو بيحبك. تمام. فدلوقتي انا شايفة ان التدخلات دي او الكلام اللي من هنا لهنا 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 ده هو اللي مش ضابط العلاقة، او مخلي دايما في دروب في العلاقة، او مخلي في حاجة ما بينك وما بينه، او حاجز ما بينك وما بينه. زي ما قلت لك انت ممكن تكون متسرع شوية في قراراتك، في ردود افعالك، في كلامك، في اسلوبك، في كل حاجة. فحاول ان انت تتخلص من الطاقة اللي عندك دي. لان انا شايفة كمان ان انت ممكن تكون حاولت ان انت تستفزه، يعني شايفة ان هو ممكن يكون بعد عنك لان انت ممكن تكون عملت حاجة تستفزه بيها. عملت له حاجة ضايقته، وصلت له حاجة. يعني ممكن يكون زي ما قلت لك كلام اتقال عنك او حاجة انت عملتها ممكن يكون بقصد استفزازه، فالموضوع يعني كبر فضايقه. لان زي ما قلت لك هو بيحبك ومش سهل ان هو يقبل ان هو مثلا يشوف حاجة، او ان هو يسمع حاجة، او ان هو يوصل له كلام، وان هو يتقبل الوضع، وان عادي الدنيا تكون ما فيهاش اي مشكلة بالنسبة له. تمام. فشايفة ان هو ممكن يكون بنسبة كبيرة جدا في الطاقة دي بسبب حاجة انت عملتها او وضع انت حطيت نفسك فيه. تمام. طيب هنشوف خطواته ونواياه. طيب زي ما قلت لك الشخص دوت من الاسرار اللي مخبيها عنك الكلام اللي هو سمعه، او الحاجه اللي انت عملتها وخليته يستفزك، اللي انت استفزته بيها. تمام. لكن خطواته ليك شايفة ان هو هيحاول ان هو يعني يدور بقى ويشوف ويكتشف هل الكلام ده حقيقي ولا لا. هل فعلا الكلام اللي وصل له ده حقيقي، ولا دي ناس بتوقع ما بينك وما بينه. هل فعلا انت لو وصلت له مثلا ان انت في علاقة تانية او مع شخص تاني، هل فعلا الموضوع ده بجد ولا لا. شايفاه ان هو هيحاول يدور ويكتشف، لان هو مش عايز يسيبك. يعني هو من جواه مش عايز يسيبك. ممكن يكون دلوقتي سابك او بعد عنك او عمل لك بلوك بس لفترة مؤقتة، لكن هو من جواه حابب ان هو يكمل معاك، من جواه حابب ان هو العلاقة دي تكمل. تمام. لكن انا شايفة ان بنسبة كبيرة جدا العلاقة دي بايظة بسبب التدخلات، بسبب الاطراف الثلاثية، بسبب الناس اللي عايزة تبوظ العلاقة، اشخاص من طرفك او من طرفه مش حابين العلاقة. تمام. شايفة ان من نوايا ليك ان هو يعني انت بالنسبة له مصدر سعادته، انت بالنسبة له حاجة مهمة جدا في حياته، ما بيحسش بالسعادة غير وهو معاك. في طاقة حب قوية جدا زي ما قلت لكم ما بينك وما بينه. شايفة ان ممكن تكون العلاقة دي انتهت فجأة بدون مقدمات، لكن هو يعني قلبه موجوع، او قلبه بيوجعه، او قلبه يعني مجروح بسبب ان هو سابك، او بسبب ان هو بعد عنك، او بسبب ان هو مثلا عمل لك بلوك. فزي ما قلت لك هو هيحاول ان هو يعني يشوف بقى او يكتشف الحقائق الفتره الجايه ويشوف ايه اللي حصل. تمام. وانت زي ما قلت لك لازم تبطل طاقه التسرع. مش هينفع كل حاجه انت عايزها تحصل زي ما انت عايزها في يوم وليله. لازم كل حاجه تاخد وقتها، وكل حاجه تمشي على مهلها، يعني لحد ما نوصل للي احنا عايزينه. تمام. طيب حبايبي دي كانت قراءتنا النهارده. اتمنى يا رب انها تكون عجبتكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش لايك وشير وكومنت حلو. باي باي.